بكل وضوح، ما تعرفه الجزائر اليوم فترة أشد قسوة ووجعا من تلك التي عاشها الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي ما قبل سنة 1962. سنوات إذلال، سجون، تعذيب، تجويع ومصادرة للحقوق. الجزائر اليوم يعيش داخل وطنه وكأنه غريب بلا كرامة ولا حرية ولا قرار. الواقع اليوم مؤلم. أن الجزائري صار يتساءل: هل ما يحدث في الجزائر هو مجرد سياسة داخلية فاشلة، أم أنهم أمام سياسة قمعية ممنهجة، بل وربما أخطر، أمام عقلية استعمارية جديدة تدار بأيادي محلية ولكن تخدم مصالح خارجية. منذ 2021 الجزائر العسكرية كذبوا عليهم وقالوا لهم أنها أصبحت مدنية 100%. منذ سنة 2021 قيل لهم أن الجزائر دخلت مرحلة مدنية وأن السلطة السياسية أصبحت صاحبة القرار، لكن الواقع أثبت شيئا آخر مع تبون دمية العسكر. هذه المدنية لم تكن مدنية مؤسسات وعدالة، بل تحولت إلى مدنية قمعية، مدنية تعتمد على غلق الأفواه بدل حل المشاكل وعلى التخويف بدل الإصلاح، والنتيجة واضحة. أولا، الوضع الاجتماعي كارثة. الشعب الجزائري اليوم يعيش ضغطا خانقا: تدهور القدرة الشرائية، ارتفاع الأسعار، تراجع الخدمات، انعدام الأمل عند الشباب، الهجرة في قوارب الموت، إحساس عام بالحجرة والاختناق. لم تعد الأزمة مجرد أرقام في منابر إعلامية محايدة أو مضادة أو تصريحات رسمية، بل صارت واقعا يعيشه المواطن في السوق، في البيت، في الشارع، وحتى في النفوس. ثانيا، الوضع الاقتصادي وضع مأساوي. الجزائر لم تصل لهذه منذ العشرية السوداء. رغم أن الجزائر بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أن المواطن لا يرى أثرا ذلك في حياته اليومية. الاقتصاد يتراجع، الثقة تنهار، العملة نزلت للقاع، الاستثمار مكبل تقتل، والبيروقراطية تقتل كل مبادرة. والغريب أن إعلام الدولة يتحدث لهم عن إنجازات بينما الناس ترى بأعينها العكس تماما. ثالثا، الاعتقالات والقوانين الردعية. آلاف السجناء وكأنهم في زمن الاستعمار الفرنسي. أخطر ما يعيشه اليوم المواطن الجزائري ليس فقط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، بل أزمة الحريات. اعتقالات بالآلاف وتضييق على الآراء وقوانين قمعية وردعية لم يعرفها الجزائر بهذا الشكل. حتى في مراحل كثيرة من الاستعمار الفرنسي حتى السجون أصبحت لا تتسع. أصبح فيها الشعب الجزائري يعاقب لأنه فقط يفكر أو ينتقد أو يرفض الكذب. هذا الوضع لا يشبه دولة مستقلة، بل يشبه دولة تخاف من شعبها. المواطن الجزائري أصبح يتساءل: هل هذا استعمار أم أنه قمع؟ قد يقول البعض إنه قمع سياسي فقط، لكن السؤال الحقيقي: من هو المستفيد؟ حين تكسر كرامة الشعب ويجوع المواطن ويمنع الكلام وتسجن الكفاءات وتقتل المبادرات، فهذا ليس مجرد قمع لحظي، بل هو تدمير ممنهج لمناعة المجتمع. وهنا يصبح الأمر أقرب إلى سياسة استعمارية بوجه داخلي، لشعب ضعيف صامت مرهق فاقد للقدرة على المقاومة أو البناء. الكذب السياسي في عصر الإنترنت جريمة مضاعفة. الشيء الأكثر استفزازا اليوم أن النظام الجزائري يكذب على الشعب، يكذب على الشعب بلا حساب كأنهم في ستينيات القرن الماضي. الكذب في زمن كل شيء مكشوف، كل معلومة يمكن التأكد منها في أقل من دقيقة. الكذب لم يعد مجرد خطأ سياسي، بل صار إهانة مباشرة لبصبع ومحاولة لصناعة واقع وهمي بالقوة.